السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا فيديو جديد يا جماعة من فيديوهاتنا. النهاردة طريقة عمل الكرشة. انا كنت وريتكم قبل كده هوت ازاي ننضف الكرشة وازاي نغسلها وكده هوت. المرة دي احنا هنطبخ الكرشة دي. معايا الكرشة مغسولة ومتنضفة وكل حاجة، وكنت عيناها في الفريزر طلعتها النهاردة عشان اعملها. ومعايا طماطم ومعايا بصل ومعايا مرقة ماجي وفلفل اسمر وملح، وهنا برضو في توابل تانية. الجزء ده يا جماعة الطماطم ديت، الطماطم والبصل والتوابل اللي فيها المرقة دي للصلصة اللي احنا هنعملها. اما التوابل دي للسليق احنا هنتعامل معاها كأننا بنسلق لحمة، بنسلق فراخ، اي حاجة. فطبعا هنحط التوابل دي معانا اللي هي فلفل اسمر وورق لورا مطحون وحبهان مطحون وملح وكبيبه صيني وشويه بهارات. طبعا احنا في الفراخ او اللحمه ما بنحطش بهارات يا جماعه. ومعايا هنا طماطمايه حلوه كده، حجمها يكون كويس متوسطه، مخرطاها مكعبات. ومعايا هنا بصلايه كبيره متخرطه مكعبات. وطبعا الماده الدهنيه بتاعتنا انا هنا معايا زبده، انت عايزه تحطي سمنه عاديه براحتك، بس طبعا ما ينفعش يا جماعه في الوصفه دي الزيت خالص. تعالوا معانا بقى نشوف هنبتدي ونعمل ايه. هنا انا معايا حلتين على النار، الحله الاولانيه انا هحط فيها يا جماعه زبده عشان خاطر اعمل الصلصه بتاعتي. اهو نولع عليها، تمام. نحط فيها زبده عشان البصله اللي احنا هنعملها للتخديره. والناحيه التانية يا جماعه معانا حله اهي فيها ميه بتغلي على النار زي ما انتم شايفين، وبنبتدي ننزل الكرشه اهي معانا اللي ايه الموجوده دي، بس بالراحه عشان الميه السخنه. الناحيه الثانيه هننزل في الزبده دي البصلايه يا جماعه، بصلايه كبيره اللي قلنا عليها المتخرطه، قلنا علشان خاطر الصلصه اللي احنا هنعملها. احنا هنشغل الحلتين على النار عشان خاطر على ما دي تتسلق انا يا جماعه بسلقها الاول، وبعد كده هوت بقى ايه بروح حطها في الصلصه. انا مش من الناس اللي بتحط تعمل الصلصه مع بعض، يعني في ناس بتعمل ني في ني، اللي هو بتخرط البصل وتحط تعصر طماطم وتحطها، ما بتقليش البصل وبتحط عليها الطماطم وبتحط الكرشه ني وبتسوي كله ني في ني. الطريقه دي والله يا جماعه في ناس بتحبها، بس انا يعني بحس ان هي بتبقى اتسبكت كتير وخدت سوا، لان الكرشه بتاخد سوا فبتبقى تقيله. انا برجح الحركه ديت اللي انا بعملها هنا دي. اهو هننزل برضو البصلايه اهو مع الطماطمايه متقطعين مكعبات، وكل التوابل بتاعتنا مع بعضها اهو اللي قلنا عليها. يبقى احنا هنا يا جماعه قلنا بنتعامل معاها كأننا بالظبط بنسلق لحمه، بنسلق فراخ كده اهوت، تمام. وبنسيبها زي ما انتم شايفين كده اهو. دي الصلصه الطماطم اللي موجوده معايا كلها، وبنزل بالملح والفلفل يا جماعه اللي معايا دول اللي انا وريتهولكم اللي قلتلكم دول للصلصه اهو. هنخلي مكعب الماجي ده يا جماعه على جنب، لو احتاجناه هنحطه، لو ما احتاجناهوش خلاص هنستغنى عنه. دلوقتي اهو قلبناهم مع بعض وهنسيبهم يستوي، نسيب الطماطم بتاعتنا تستوي.
ودلوقتي يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده اهو، خلاص اهي معانا الكرشة بتاعتنا اتسلقت اهي. تمام زي ما انتوا شايفين. بصوا يا جماعة الشوربة بتاعتها جميلة ومفيش اي ريحة ولا اي زنخة ولا اي حاجة خالص. هنا دلوقتي احنا في المرحلة دي الصلصة بتاعتنا برضو جهزت. هنبتدي ننزل الصلصة بتاعتنا اللي احنا يا جماعة عملناها. بس نشوف كده كفاية كده ولا محتاجة تاني. يعني احنا هناخد ايه، مش هنحطها كلها، احنا هنشوف اذا كانت الكمية اللي احنا خدناها كويسة ولا لا، عايزة تاني بنزود. يعني انتي ايه، انا حطيت شفشق الخلاط كان مليان صلصة، فانتي بتشوفي على حسب ما انتي عايزة. يعني هي كويسة الكمية اللي انتي خدي، يعني خدي كبشتين كده وجربي يعني عشان ما تبقاش تقيلة منك خالص. اهو بنحط اهو وهنقلبها معاها وهنسيبها يا جماعة تاخد بقى غلوة مع الصلصة عشان خاطر تندمج كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله يعني عليها، بصراحة شكلها تحفة. وانا شايفة ان كده كفاية الصلصة خلاص، فهسيبها زي ما انتوا شايفين اهو بتغلي. هنغطيها بس، وبعد لما تاخد غلوتين معاها هنبتدي نغرفها. الكرشة اهي معانا خلاص خلصت زي ما انتوا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله يعني شكلها حكاية اهو. خلاص استوت وهنبتدي نغرف. اهو يا جماعة شوفوا شكلها هي قد ايه. شكلها والله يعني مش عارفة اقول لكم، ريحتها تحفة. اهي يا جماعة ادينا غرفناها، يا رب تكون الصورة واضحة. شايفين شكلها قد ايه جميل، والله شكلها حكاية يعني. يلا بقى عايزين ناكل بسرعة. اهو يا جماعة يا رب اكون قدرت افيدكم وتكونوا استفدتوا فعلا من الفيديو دوت. وان شاء الله استنوني في حلقات جديدة. ولو عجبكم الفيديو دوت دوسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.